عيد للمسلمين، عيد للأبدان، عيد للأرواح، عيد للأمة الإسلامية. ينبغي أن يكون انطلاقة لتجديد العهد مع الله وتجديد العهد مع المجتمع. شكرا أستاذ. حتى نشوفوا ثانية الأناشيد تكون حاضرة بقوة، ترافق يعني ترافقنا في عيد الأضحى المبارك. لكن وجد لنا اليوم كاش أنشودة يعني خاصة بهذه المناسبة. أنشودة يعني جديدة، هي البارح كتبها لي الشاعر للعيد، وكانت يعني مزروبة، يعني حاولنا أنه نلحنها لي صديقي عبد الله بن دادو، كلمات جديدة طبعا خاصة بمناسبة عيد الأضحى. نحاول نسمعها لكم إن شاء الله. العيد قد تجلى منه الرضا تدلى، قولوا للعيد أهلا يا سيد الجمال. عيد أتى لقلبي فيه التقى لربي، كل الأحباب قربي في الصبح والوصال. في نحرنا الأضاحي والفوز والفلاح، زلت كل الجراح والكون قد تحلى. العيد قد تجلى منه الرضا تدلى، قولوا للعيد أهلا يا سيد الجمال. قولوا الله أكبر وكبروا تكبيرا، فالبشر قد تيسر وحمده كثيرا. إنما العيد مظهر بالقول والفعال، مدوا يد السلام نعلو إلى الوئام. ما شاء الله. عندي سؤال، يعني كيف يتم اختيار الألحان والكلمات لهذه الأناشيد؟ اختيار الالحان احنا دائما نختاروا مثلا يكونوا اناشيد فرح، نحاولوا انه نعطوا لهم لمسه خاصه، يكون فيها فرح، يكون فيها هكذا، واذا كان فيها حزن يكون فيها حزن كذلك، نختاروا فيها مقامات. كاين فرق بين الاناشيد في المناسبات العاديه ويعني في المناسبات الدينيه، يعني كيفاش تكون يعني اختيارك للكلمات؟ طبعا المناسبات العاديه هي نكونوا احنا دائما ناشطين مع الجمعيات، يعني المنظمات كحفلات وطنيه منهم، نختاروا كلمات يعني خاصة يعني بهذاك الموسم تاع الحفلات الوطنية اللي دائما احنا رانا نشطوا فيها يعني العام. أما المناسبات الدينية نختاروا منها كلمات تكون يعني تعبر يعني عن شعائر يعني دينية في الإسلامية.